غادي نصاوبوا شهيوة سهلة ولذيذة، مكونات مغذية، والأهم أنها إكسبريس. باش نوجدوها غنحتاجو نصف علبة لازانيا، بصلة مشلضة، إبزار، زيت الزيتون، نصف لتر ماء، طوماط سوريز مقطعة على 2، سبانغ مقطعة، 200 غرام قمرون، لتر حليب، معلقة كبيرة ديال الزبدة، 100 غرام جبن إدام، بنة الطياب دامتي تومة، دامتي مقارونية، مستحضر صلصة البيشاميل دامتي. ندوزو للتحضير. في كاسرونة على عافية مهيلة مستحضر صلصة البيشاميل دامتي، نديرو لتر حليب ونطربو بالطراب اليدوي مزيان حتى تعقد لاصوص ونطفيو العافية. في مقلة اللي كتغطى نديرو زيت الزيتون، بصلة، لي طوماط سوريز، نفرتو بنة الطياب دامتي تومة، الابزار، الزبدة، نفرتو دامتي مقارونية، كنشحرو الخليط مزيان، نضيفو السبانغ ونخليوهم يطيحوا، كنزيدو عليه قمرون، نصف لتر ماء، ونهرسو شرائح اللازانيا ونرميوهم، نحركو، من بعد كنضيفو صلصة البيشاميل اللي سبق لينا حضرنا، نحركو كلشي مزيان، نزيدو الفرomاج محكوك وندخلوها الفران تقراتينا على درجة حرارة 180 لمدة ديال 40 دقيقة. وهذا هو الشكل النهائي ديال لازانيا بالسبانغ ديالنا، كتجي بنينة بلا قياس. بالصحة والراحة. قبل ما ندوزو لسؤال الحلقة نذكركم بملخص المقادير. باش تحاولي تربحي الهدية ديال هذا الأسبوع جاوبي على سؤال الحلقة. شحال كمية القمرون اللي استعملنا؟ 200 غرام، 300 غرام أو 400 غرام؟ كنشكركم على المشاهدة، وما تنسوش تزوروا موقع قناتنا tophatka.ma وتتابعونا على فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. تبقوا على خير.